فيلمنا بيبدأ مع ماكس وبيكون عند دكتور شخصي وبيحكي له قصته وإنه اتولد وهو عنده موهبة غريبة شوية، وهو إن أي حد بيشوف وشه بيموت. وبيحكي له إن الموضوع بدأ من لحظة ولادته، وأول ما الدكتور والمساعدين بتوعه شافوه قالوا إن أجمل طفل في العالم. وبعدها بلحظات جات لهم سكتة قلبية وماتوا، وإن الاتنين الوحيدين اللي شافوه ومماتوش هو أبوه وأمه. وبيضطروا إنهم ياخدوه ويقعدوا في مدينة معزولة عن باقي السكان، ومن ساعتها هما منفين وشه بالشاش. وكمان بقى يلبس نضارة شمس عشان يداري جماله اللي بيقتل الناس. لكن الدكتور ما بيصدقوش وبيقوله ده ممكن يكون بسبب الاكتئاب اللي عندك. وفجأة أهل ماكس بيسمعوا دبة جامدة على الأرض، وبيدخلوا يلاقوا ماكس قلع النضارة والدكتور يجيله سكتة قلبية ومات. وبيبلغوا البوليس، ولكن ما بيكونش فيه خطر على ماكس إنه يتقبض عليه. وبيوصلوا البيت وبيكون دان صاحب ماكس موجود معاهم على الغدا. وبيقترح جان والد ماكس إنه يسجل في تطبيقات المعاودة علشان يخرج من البيت اللي حابس نفسه فيه دايما. وبيروح دان مع ماكس اوضته، وماكس بيطلب من دان انه يضربه بطوبة علشان يشوه وشه وعلشان ما يموتش حد يبصله. وفعلا بيضربه وبيروح المستشفى، وبيلاقي الناس كلها بتبصله عشان الشاش والنضارة اللي على وشه. وبيقابل أليكس وبياخد منها المجلة بتاعتها علشان يداري وشه بيها لحد ما يجي دوره في الكشف. وبيخلص المستشفى وبيرجع البيت، وبيجيله دان علشان يقوله انه ظبط له في الفالنتين خروجه مع بنت وانه هيخرج معاها بالعافيه، وبيديلها هديه منديل عليه اسمها. وبيحاول يفتح معاها اي حوار ويتكلم معاها لحد ما بيجي واحد اسمه كريك جاي يتريق عليه، وكمان بيتريق على وشه وبيبوظ الخروجه خالص. فبيمشي ماكس وبيقول انه عاوز ينتحر من على الكوبري. وبتجيله أليكس العبيطه وبتقوله انه لو عايز ينتحر لازم يدور على جسر اعلى علشان يموت بسرعه. معلش يا ابني، هما البنات كده دايما. وبتسيبه وبتمشي، وبيقول لها المفروض تقولي لي كلام يمنعني من الانتحار، لكنها بتكون واثقه ان هو مش هينتحر. وبتقول له انه هيموت عجوز في السرير وهو مش هيموت النهارده. وبتعرض عليه ان هو يجي معاه مشوارها، وبتاخده وبتروح دار المسنين. وبعدها بتاخده أليكس توصله لحد بيته علشان تتأكد انه مش هيروح للجسر تاني علشان ينتحر. وبيطلب منها انه يقابلها تاني بكرة، لكنها بتتأسف له انها مش هتقدر. وبيفهم هنا أليكس انها مش عايزة تشوفه تاني، وبيودعها وبيدخل البيت وبيحكي لدان عليها وانه كان يتمنى يشوفها تاني. ودان هنا بيقول له تروح محطة الاتوبيس اللي انت ركبت منها يمكن تشوفها صدفة تاني. وبيجي تاني يوم وبيفضل قاعد في محطة الاتوبيس، وبيلاقيها جت وبتسأله ان هو كان بيطاردها ولا لا، وبيقول لها انه حابب يشوفها وحابب يخرج معاها. وبتوافق وبتاخده المول، وبيشتروا كمية كبيرة من الكاندي وبيحطوها في البانيو وبيقعدوا فيها. وبيقول لها أليكس انه اتولد بوجه جميل لدرجة ان كل اللي بيشوفه بيموت. وبتقول له انها عارفة وانه مشهور جدا في المدينة، وبالذات في المستشفى اللي اتقابلوا فيها، وانها كانت في المستشفى لانها عندها مرض نادر في قلبها، وإنها ماشية بجهاز لمراقبة قلبها، ولكن حالتها مستقرة حاليا. وبتاخده وبيروحوا سينما سوا، وبتبدل المية اللي معاها بفوديكا. وبتقوله انها كانت بتحلم انها تشرب مع صديقها في السينما، لكنها عمرها ما عملت كده لانها ما عندهاش اصحاب خالص، وما بيقدرش ماكس انه يروح البيت لوحده. طبعا ما بتسيبوش وبتروح معاه. وبتشوف كل الحاجات اللي مخيطها ومعلقها في اوضته، وبتطلب منه انه يعمل لها واحده. وبيسألها عن اللمبه اللي موجوده في قلب الجاكيت بتاعها، وبتقوله انها خطر وبتنور لما قلبها بيزيد عن حجمه الطبيعي او حس بمشاعر قويه، وده بيضرها جدا. وبيلاقي اهله داخلين عليه فجاه وبيستغربوا ان هو معاه صديق تاني وبيكون بنت كمان وقاعده معاه في الاوضه. فابوه بيبصله وبيقول في باله يا ابن الخبيثه. وبيعرفوه على بنت اسمها روشين واللي هتعيش معاهم في البيت تبع برنامج التبادل الطلابي لحد ما تخلص دراستها. وبيروحوا تاني يوم الغابة، ولكن بيجبر ابوه انه ياخد وشيم معاه. وبيوصلوا الغابة وبيجي الليل، وبتقول له أليكس انها تتمنى تشوف وشه، وبيطلب منها انها تغمض عينيها، وبيخلع الشاشة اللي على وشه وبيخبي عينيها، وبيخليها تلمس وشه بايديها وبتحاول انها تعرف شكله عامل ازاي. وبيرجعوا تاني يوم البيت، وبيتصل ماكس بأليكس عشان يخرجوا مع بعض، وبتقوله انها بتساعد والدتها في البيت ومش هتعرف تخرج دلوقتي، لكنها بتبقى في المستشفى بسبب مشكلة في قلبها وبتخبي عليه. وبتطلب جان من ماكس ودان انهم يطلعوا شجرة عيد الميلاد القديمة قدام البيت، لكن وشين بتكون بتدخن وبترمي السيجارة بالغلط عليها وتولع فيها. مش بقولك معلش، هما البنات كده. وبيحاول دان انه يبعدها عن البيت، لكن ايده بتتلسع، وبياخدوه على المستشفى. وبيتفاجئ بيلاقي أليكس هناك وبتعامله بطريقة وحشة قدام مامتها، وبتقول لها انهم شغالين في دار المسنين وانهم زارينها مش اكتر. وبيقابلها تاني يوم وبيقول لها عن طريقة تصرفها معاه،
وبتقوله انها مش معرفة والدتها انها ملهاش صحاب اطلاقا، والا هتخاف وهتترعب عليها اكتر، وكمان ان والدتها موافقة انها تشتغل في غير المسنين بالعافية. وبيمشوا وبيوصلوا لزباينها اللي بيكونوا تعبانين جدا، وبيطلعوا يطمنوا عليهم وبيلاقوها عايشة على اجهزة. وبتحزن اليكس وبتخرج من الاوضة، ويروح ماكس وراها على طول وبيكون حزين، وبتقوله ان المريضة كده بتتعذب اكتر من الاجهزة، وبتطلب منه انه يخش يوريها وشه علشان تموت، ويبقى كده هيريحها من التعب اللي هي فيه. ولكن بيقول لها هو مش عارف اللي بيشوف وشه ده بيموت متعذب ولا لا، لكنه موافق. وبيدخل لها الاوضه وبيمسك ايديها وبيقلع الشاش من على وشه، وبتبص له وبتضحك له وبتتوفى وهي مبتسمه. وبيعدي الوقت وبتختفي اليكس من حياه ماكس، وبيحاول انه يوصل لها ويتصل عليها لكن مفيش فايده، لحد ما بيقول انه لازم يروح لها بيتها. وبتقول له ان الدكاتره بيقولوا لها مفيش جرعه تاني لقلبك بسبب تدهور حالتها، وان اللمبه بتبقى قايده دايما بسبب زياده حجم قلبها عن الوزن الطبيعي. وبيجي ماكس يقول لها ان هو كان السبب في كده عشان هي كانت بتخرج معاه دايما، وده السبب ان اللمبه تقيل، وده اللي خلاها يأثر عليها بالسلب وخلاها تعمل مجهود زياده عن المعتاد. وبيسألها وبيقول لها عايز ابسطك ازاي، وبتقول له انه ممكن ياخدها في حفله الرقص اللي في مدرسه دان. وبيطلعوا على الحفله وبيقرروا انهم يلبسوا لبس غريب عن بقيه الناس، ويرقص اليكس مع ماكس لحد ما بيحس انها تعبانه شويه، وبتستأذن دقيقه وبتقول له انها هترجع له تاني. وبيكون دان مع حبيب الكريك القديمة وبيجي يتخانق معاهم، وبالعافية بيخلع كريك القناع بتاع ماكس قدام صديقته، وبتشوف شكله وبتقع على الأرض وبتموت. وبيجي البوليس بيقبض على ماكس، وبيشوف أليكس وهي داخلة الإسعاف وراح المستشفى، وبيقضي يوم في الحبس وبيخرج من القسم. وبيروح يطمن على أليكس وهي في المستشفى، وبيشوف الأدوية اللي هي بتاخدها، ولكنه بيلاقي أدوية حموضة، وبيفهم إنها بتكدب عليه وإنها مش عايزة تاخد الأدوية أصلا وإنها عايزة تموت. وبتقوله إنها من صغرها عايشة على الأدوية اللي ملهاش لازمة، وإنها مش عايشة حياتها وكل اللي بتعمله يا دوب بتاخد الأدوية علشان يأجل لها موتها، ودايما محبوسة في بيتها، وكمان ما بتروحش المدرسة ولا الجامعة، وكمان ممنوع عليها إنها تحب وتبين مشاعر قوية عندها. وبتقوله إنها فكرت كتير إزاي تطلب منه اللي هي عايزاه، وهنا بقى بيفهم إنها عايزة تطلب تشوف شكله، وبيرفض طلبها وبيقول لها إن هي مش عارفة إحساس إن هو بيشوف الناس وهي بتموت قدامه وده بسببه. وبيسيبها وبيرجع بيته وهو بيعيط، وبيحاول ان هو يشوه وشه باي طريقه، وبيجوا اهله يمنعوه من اذية نفسه، وبيخلع الشاشه اللي على وشه ويفضل يعيط، وبيخش الاوضه يشوف وشه وبيموت هو كمان. وبيروح لدان المدرسة تاني يوم، ودان بيسأله عن سبب تجنبه لأليكس، وإن اللي بيعمله ده غلط ولازم يقرب منها علشان هي محتاجاله، وإنها لو ماتت هيندم إن هو ملقاش فرصة إن هو يودعها فيها. وبيروح لها المستشفى وبيعلق على حتة المستشفى كل الخياطة اللي هو عملها علشان يبسطها، وبيديلها اللي عملها لها مخصوص، وبيتأسف لها إنه بعيد عنها وإنه مش عارف يودعها إزاي ولا عايزها تموت وتسيبه، لكنه مستعد إنه ينفذ طلبها. وبيقول لها تغمض عينيها، وبيقلع الشاش اللي على وشه وبينام جنبها على السرير. وبتفتح أليكس عينيها، وهنا كانت الصدمة، بتشوف شكله ولكن ما بتموتش، بتتعب شوية. وبيطلب لها الدكاترة علشان يلحقوها، وبيفضل ماكس قاعد مع أليكس واخد باله منها لحد ما بيجي وقت موتها، وبتسقط التهمة عنه إن هو كان هو السبب في موتها، ولكن هي ماتت موتة طبيعية. ومن بعدها القضية بتاعته اتصدرت كل الأخبار والجرايد اللي في البلد، وناس ما صدقتش إن في طفل جماله ممكن يقتل، وناس تانية طلبت منه إن تشوفه علشان يموتوا. وهنا بقى لها طريقة إنه يساعد بيها الناس اللي محتاجاه، وهي إن ينهي عذابهم وتعبهم بطريقة بسيطة ومش مؤلمة. وإن أهم درس اتعلمه ماكس من أليكس إنه مش بيقتل كل الناس، وإن الناس اللي بتحبه بدون سبب هيعرفوا إن مش شكله هو أكتر حاجة جميلة فيه، وإن شخصيته وقلبه أجمل بكتير من شكله الخارجي. وده كان سبب إن أليكس ما تموتش، علشان هي لما شافته كانت بتحبه. وبيجي كريك البيت علشان يعتذر له على اللي عمله فيه، ولكن ماكس بينسى يلبس الشاش. الواد كريك ده حظه اسود، واول ما كريك بيشوفه بيقع يضحك ويموت. والله ده عيل ابن كلب ويستاهل. وبيخلص الفيلم. لو عجبك فيلمنا ما تنساش تشترك في القناه وتقول رايك في التعليقات.